الله على الجمال والفن والذوق والأناقة عند أهل قرطبة. تخيل هنا جامع قرطبة، وتخرج من الجامع عن طريق هذه الممرات والأزقة والبيوت، ثم تجي إلى هذا المكان ممر الورود في قرطبة. سبحان الله. يقول ابن خفاجة: يا أهل أندلس لله دركم، ماء وظل وأنهار وأشجار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار. لا تختشوا تدخلوا بعد ذا سقرا، فليس تدخلوا بعد الجنة النار. جادك الغيث إذا الغيث هماك، يا زباد الوصل بالأندلس. اللي بنى هذا الجامع الشامخ هو عبد الرحمن الداخل، صقر قريش عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك. خرج من المشرق الإسلامي مطارد، ولما دخل إلى قرطبة عام 138 بنى هذا الجامع الشامخ في أرض فضاء بعد 138. وكان هذا البناء الأول لهذا الجامع الشامخ. عهد عبد الرحمن الأوسط عام 206 وبعد 206، وعبد الرحمن الأوسط اللي هو عبد الرحمن الثاني ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل هو صاحب النهضة الأولى في الأندلس وصاحب الانفتاح التجاري. وسع في هذا المسجد توسعة، وكان هناك جماليات وإضافات. ثم في عهد عبد الرحمن الناصر كلف ولده الحكم المستنصر بالتوسعة الثالثة. وفي عهد عبد الرحمن الناصر بعد 300 الهجري، وهو أول خليفة لبني أمية في الأندلس، صارت قرطبة جوهرة العالم كله. فكانت هذه التوسعة الفريدة المجيدة لهذا الجامع اللي سعته تقريبا 12,000 متر، ويتسع ل80,000 مصلي، وفيها أكثر من 1000 عمود رخامي، وكان فيه تقريبا 27 مدرسة لشتى العلوم. وخرج من هذا الجامع العلماء مثل القرطبي وأبو القاسم الزهراوي وأبو القاسم المجريطي وابن حزم. خرجوا من جنبات هذا الجامع الشامخ اللي تجثم عليه في هذا الوقت كاتدرائية بمجرد سقوط قرطبة بيد القشتاليين، فالله المستعان. ندخل الآن إلى جامع قرطبة، الجامع الأسير، الجامع المحزون، منارة العلم والمعرفة والعلماء. الله على الفن، الله على العمارة، الله على المجد. الله يا جامع قرطبة المحزون. أول ما دخلنا إلى الجامع نبهوا علينا أن الصلاة تمنع. اعتصر الألم قلبي، وقد عادت بي الذاكرة إلى زمن الداخل وعبد الرحمن الثاني والحكم المستنصر وعبد الرحمن الناصر في ذاك الزمان، وجموع المصلين تأم جامع قرطبة 5 مرات في اليوم، ناهيك عن آلاف العلماء وطلاب العلم اللي حلقهم تملأ هذا المكان. الله المستعان. جامع قرطبة الأسير. ماذا عسى أن أقول عن هذا الجامع اللي لو اتكأت على سارية من سواريه أو على عمود من أعمدته أخذت منه علم. 27 مدرسة في شتى العلوم، في الفقه والطب والفلسفة والرياضيات والفلك وغيرها. علماء قرطبة هنا عمائمهم كانوا 4,000 عالم وطالب علم يرتادون جامع قرطبة. الآن تمنع حتى من أن تمرغ جبينك سجود لله سبحانه وتعالى. 4,000 عالم وطالب علم يرتادون جامع قرطبة يوميا، ينهلون من معين علماء قرطبة اللي يتكئون على هذا الأعمدة الرخامية. 1000 عمود رخامي يتسع ل80,000 مصلي. المحاريب تبكي وهي صامتة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، كان في القلب إسلام وإيمان. هذا الجزء من الجامع بناه عبد الرحمن الداخل عام 780 من الميلاد، يعني تقريبا بعد 150 من الهجرة. المرحلة الثانية من توسعة هذا الجامع الضخم فخر الإمارة الإسلامية العربية في الأندلس جاء عهد عبد الرحمن الثاني عبد الرحمن الأوسط عام 206.
زاد في جامع قرطبة، لأن كل ما القرطبة تزداد أعدادها. ثم بعدين في عهد عبد الرحمن الناصر بلغ عدد أو تعداد سكان قرطبة 1,000,000، عدد هائل في ذاك الزمان. فوسع هذه التوسعة الضخمة وأوكل الأمر فيها لولده الحكم المستنصر. هذه توسعة الحكم المستنصر. وهناك محراب الحكم المستنصر اللي كان الإمام المنذر ابن سعيد البلوطي، وهو خطيب أندلسي وشاعر وفقيه، يؤم المسلمين هناك ويعظهم فيبلغ صوته كل من هو موجود في هذا المسجد للمعالجة الصوتية اللي عملت ذاك الزمان. المنذر بن سعيد اللي توفي عام 355. لو تلاحظون الجامع المحزون جامع قرطبة معتم مظلم، لأن لما سقطت قرطبة بيد ملوك قشتالة فرناندو الثالث سدوا 20 باب اللي فتحها المسلمون الداخل والناصر والمستنصر وعبد الرحمن الأوسط، بنوا 20 باب. فلما جو وأسقطوا وكبحوا وجثموا بهذا الكنيسة في قلب جامع قرطبة المحزون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يشعر بالأسى هذا الجامع المحزون اللي افتقد جموع المصلين اللي كانت تدخل من فنائه، ناهيك عن آلاف من العلماء وطلاب العلم يترددون على هذا الجامع لينهلوا من معين علم علماء قرطبة.